السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جوج من مسلسل المختفي. دير لايك، تابونا وشجعونا في التعليقات، وما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع صحابكم وعشيرتكم وكلشي. بالنسبة للأحداث اللي كاينين في الحلقة الثانية، غادي نشوفوا بلي فاتحة بعد ما لقات الخاتم تحت من الناموسية ديالها غادي تواجه الزوج ديالها، ولكن الزوج ديالها غادي يلقى لها العذر كما كنقولوا، غيقول لها بلي داك الخاتم راه اصلا كنت جايبو لك كادو، ما عرفتش كيفاش انا صحابني طاح ليا هنا في الخدمه، وداك الشيء علاش قلت بلا ما نقولها لك بيد ما شريت شي خاتم اخر الشهر الجاي. هنا هي مع اصلا كنحسوا باللي هي كتبغيه، ولكن هاد الافعال ديالو ما حملاتوش وما بغاتش انها تبقى، حيت صحاباتها كيأثروا عليها. تيقول صاحبتها الاخرى كتقول لها باللي راه الرجال كاملين بحال هذه صاحبتها المدربه ديما كتعطيها صوره خايبه على الرجال، حيت راجلها اصلا هي كدير المهنه ديال التدريب، ولكن ما تيبغيهاش دير ديك المهنه، ولا هو سلبي. كيقول لها لا ما ديريش هذه، خاصك ديري هذه، ما عطيهاش حريتها في خدمتها. وهنا داكشي علاش المدربه متشائمه من الراجل ومن الرجال وما يجي منهم، ولكن فاتحه غادا تدورها في راسها وغادي تبغي تكمل مع الزوج ديالها، حيت اصلا كتشوف الهام اللي بوحديتها ما عندها لا راجل لا والو. كتشوفها كيفاش عايشه، ها هي يلاه غدرها راجل صاحبها ومشات تزوج بوحده اخرى، وها هي عاوتاني الهام باش توقف على رجليها من جديد، خاصها تقلب على حب اخر باش تنسى به الحب القديم. وفاتحه دوراتها في راسها باللي هي ما بقاش صغيره باش دير هاد الالعاب هادو، وبقات مرتبطه بالزوج ديالها. وهنا راجلها طولانطي هادشي كامل كيديروا، والخيانه والعيالات، وهو كما كنعرفوا كيدير هادشي ديال العمليات ديال التجميل، وعنده علاقات مع بزاف ديال العيالات، لدرجه حتى من التليفون راه عنده تليفون وعنده تليفون بي. وبالنسبه ليوهام غادي نشوفوا بلي غادا تلقى زوج، يا ربي غادا تلقى صديق اخر اللي غيكون قريب منها وغادا تتعلق به عاوتاني، وهذا الشخص هذا غادا تكون سميتو خالد. غير هو المشكله اللي كاينه في يوهام هو انه كتيق الرجال، وكما كنعرفوا باللي الرجال ماشي اغلبيتهم رجال قول وفعل، كاينين اغلبيتهم اللي فيهم غير الهضره والشفاوي. وهي كتيق اي واحد قال لها كنبغيك وناوي معاك المعقول، ان شاء الله غادي نجي وغادي نخطبك من داركم وغادي نتزوجوا، كيبقى يعمر عليها في السوارج، وهي كتيق وكترخى وكتستحلاها وكيعجبها الحال. ولكن خالد غادي يخبطها واحد الخبطه اللي خايبه بزاف، هو انه غيغبر من حياتها من بعد ما غادي يرتبط بها، ومن بعد ما غيحس بها باللي فريه هي باغيه الزواج، هو غير غيحس بالريحه ديال المعقول كدور بجناب يوهام، وباللي ما باغياش غير تضحك وتفلى باللي باغا الزواج، غادي يهرب وغيخليها. وهنا فين غنشوفوا يوهام عاوتاني غتدمر وغادي طيح في واحد حاله الاكتئاب اللي صعيبه بزاف، وهاد المره غادي يولي صعيب عليها انها تخرج من هاد الحاله هادي. وكما كنعرفوا بلي زينب حتى هي عندها مشكل، واخا كانت قبل ما تزوج، قبل ما يختفى الزوج ديالها كانت مع راجلها بخير، حياة ترونكيل واليز. وهذيك اليز ما كانتش كتحس بها، هي كانت كتحس براسها مدمره، كتحس براسها بلي راجلها ما كيهتمش بها. لقيتها فيما تبغي تهضر معاه تيقول لها عندي الخدمه، وتا من الدار ما كاينش شي حد اللي يعمرها معاها من غير صحاباتها. وداك الشيء علاش هما دايرين جمعيه ديال التبرعات وجمعيه خيريه على قبل هذا الشيء. حتى هنايا ملي كدير الخير زينب كيرجع عليها بالراحه وكتعجبها داك العمل الجمعوي، ولكن اغلبيه الوقت راه كندوزو في الدار. داك الشيء علاش هي في الدار كتكون مدمره بزاف وكتكون طافيه. وهنا فين اكتشفنا باللي زينب كدوز حصص ديال الطب النفسي مع واحد الطبيبه نفسانيه، وفي السر حتى حد ما عارف، لا راجلها لا ولدها لا صحاباتها، غير هي بوحديتها. وتا الطبيبه النفسانيه كنحسوا باللي باغيه تعرف بزاف ديال الحوايج على حياه زينب، ولكن زينب متردده، ما كتيقش. زينب من النوع اللي ما كيتيقش يبارطاجي بزاف ديال الاحاسيس كيحس بهم من شخص واحد اخر، وهذا في حد ذاتها مرض وخاصها تعالج عليه. داكشي علاش زينب ملي غادا تطيح في حاله صعيبه من بعد ما غادي راجلها غادي يختفى، وغادي تسمع باللي راه دار حادثه وما غاديش يلقاو الجثه ديالو، وغادي يبداو يجيوها لي زابيل من عند ناس مجهولين. هنا في حاله كنقولوا زينب غتولي مقسومه على جوج، عقلها وقلبها، قلبها مع ولدها وعقلها مع راجلها والمشاكل اللي فيه. داكشي علاش ولدها ما تبقاش تهتم به كيف كانت قبل، وهادشي كامل تاخذهم نقاط ضعف تجاه زينب، غتاخذهم العجوزه ديالها غتبقى كل مره تقول لها انت هي سبب ولدي حتى غبر، كون كان فيك الخير كون راه ولدك انت مقابله، انت ما مقابلاش دابا، وكتنقول عليها. وهذه حتى هي واحد الحاجه اللي مدمره زينب، اللي هي اللي كتسكت واخا تناقش معاها، واخا تغوت عليها تسبها، كتبقى ساكته وكتخبي في قلبها وما كتقدرش تقول داكشي اللي كتحس به ولا تواجه الاخر. ولكن مع مرور الوقت ومع هادشي الضغط كيزيد يطلع، غادا تنفجر وغادا تكبر هاد صغار. من هاد الاحداث اللي غيكونوا في هاد الحلقه هو غنشوفوا باللي الام ديال مهدي
غادي تتبع واحد الميثود باش تجيب ولدها، يعني باش تلقاه حيت هي تخلعت عليه، وخصوصا ملي سمعت راه كتجيه كريز صافي قالت بلي ولدها تكون طاريه به شي حاجه. وكما كنعرفوا باللي ما غاديش تمشي عند مختفون وداكشي، مشات نيشان عند الجرائد الالكترونيه، غادي تمشي تدوي معاهم وغادا دير البراح، يعني في اي منبر اعلامي غادا تقول فيه بلي راه ولدي غبر، عافاكم اللي شافوه ولا عرف شي حاجه يتواصل معنا يقولها لينا، وغادا دير الرزوقه ويك ويك عباد الله جيبوا لي ولدي، بغيت ولدي بغيت ولدي. وانا ملي زيد بغات تسيق الاخبار ما غيعجبهاش الحال، وغادي تغوت على هذوك الجرائد الالكترونيه والمنابر الاعلاميه، وغادي تمشي عند العكوزه ديالها غادي تقول لها هادشي كديري، ولدك راه معروف في المغرب وعنده شركه وهادشي غادي يسيء السمعه ديالو وما ديريش هكا. تقول لها بعدين مني باللي انت بسببك باش وقع هادشي طا 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 طا. زين ما يبقاش عندها حل اخر قدامها من غير تمشي لعند البوليس. هو الحل الرئيسي باش انه يتحل هذا المشكل هذا، غتمشي عندهم وتقول لهم بلي راه السيد راه اختفى. امتى غيقول لها اخر مره شفتيه؟ نهار فلان فلاني، نهار قبل عيد ميلاد ولدي. غيتبعوا الاجراءات هما وغيتسناو 48 ساعه. بعد ما دوز هاد المده هادي غيبداو يقلبوا، وهنا فين غادي يقلبوا حتى على ماتريكول ديال طوموبيلتو. حيت هي اخر حاجه حتى هي كان هزها كانت عند ميكانيسيان وخدم بها. ملي غيبقاو يبحثوا في ديك الطوموبيله غيلقاو باللي كاينه حدا جنب واحد الواد وعامره بالماء فازكه. هنايا غيعرفوا باللي راه غارقه في الواد الطوموبيل، وغادي يعيطوا على الزوجه ديالو باش تجي تشوف هذاك المكان اللي فيه الطوموبيل. ملي هي غادا تجي غادا تخلع بزاف، يسحب لها راجلها دار شي كسيده ولا طرات ليه شي حادثه تما وصدق غارق في الواد، والراجل غيكون في الطوموبيل محبوس وميت. ولكن منين دواو معاها البوليس عرفت باللي راجلها اصلا ما كاينش في الطوموبيل، وغادي يجيبوا الناس الغطاسين اللي غيغطسوا يشوفوا ليكون هبط في قاع الواد. وملي غيهبطوا حتى لقاع الواد نيت ما غاديش يلقاوه، وهنا غادي نكتشفوا بلي هذا فخ داروا مهدي ملي بغى يغبر. دار لهم هذا البياج هذا فين يتلهاو البوليس وتلها حتى الزوجه ديالو بيد ما دار الخطه الرئيسيه ديالو، حيت كما كنعرفوا هو نصاب وعارف غادي يجي النهار اللي غيحصل فيه، ولكن دابا كيربح في الوقت باش يزيد يغبر وما يبقاوش حتى الانظار ديال البوليس ويبقاو حاصلين غير في البيست اللي عطاهم ديال الطوموبيل. هذا ما كان بالنسبه لهاد الحلقه دابا، ولكن من هنا لقدام مازال غادي نشوفوا الاحداث الاخرين. الا بغيتو نقولهم لكم في الفيديوهات الجايين شجعونا في التعليقات. الاراء ديالكم كيهموني بزاف، واللايكات ولي زابوني ديالكم راه هما من اهم الحوايج اللي مخلينا كنكملوا في هاد الفيديوهات هادو. بسلام. غادي تمشي تدوي معاهم وغادا دير البراح، يعني في اي منبر اعلامي غادا تقول فيه بلي راه ولدي غبر، عافاكم اللي شافوه ولا عرف شي حاجه يتواصل معنا يقولها لينا، وغادا دير الرزوقه ويك ويك عباد الله جيبوا لي ولدي بغيت ولدي بغيت ولدي. وانا ملي زيد بغات تسيق الاخبار ما غيعجبهاش الحال، وغادي تغوت على هذوك الجرائد الالكترونيه والمنابر الاعلاميه، وغادي تمشي عند العكوزه ديالها غادي تقول لها هادشي كديري، ولدك راه معروف في المغرب وعنده شركه وهادشي غادي يسيء السمعه ديالو وما ديريش هكا. تقول لها بعدين مني باللي انت بسببك باش وقع هادشي طا 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 طا. زين ما يبقاش عندها حل اخر قدامها من غير تمشي لعند البوليس. هو الحل الرئيسي باش انه يتحل هذا المشكل هذا. غتمشي عندهم وتقول لهم بلي راه السيد راه اختفى. امتى غيقول لها اخر مره شفتيه؟ نهار فلان فلاني، نهار قبل عيد ميلاد ولدي.